اما الزمالك الناحيه الثانيه، النهارده الزمالك بيتعادل مع انبي في مباراه هي الاكثر تعقيدا بالنسبه للزمالك، واكثر مباراه شفتها للزمالك مع معتمد جمال فيها اخطاء فنيه واضحه جدا من بدايه المباراه. وعلى راس الاخطاء الفنيه دي هي البدء بواحد زي سيف الدين الجزيري في بدايه المباراه. عندك ناصر منسي وعندك عدي الدباغ، الاثنين عارفين وجود الحلول ليك، فانت ما دخلتهمش، ما شاركتش بيهم من اول المباراه، فبناء عليه جات لك اكتر من فرصه ان انت تسجل ما سجلتش. خوان بزيره مش في حالته، ناصر منسي النهارده ما كانش في حالته، سيف الدين الجزيري ما بيلعبش، فطبيعي ان هو ما يكونش في حالته. فبناء عليه ان انت وصلت لمرحله ان انت تعادلت مع انبي، الفريق اللي كان ممكن يخرج من الشوط الاول وهو متقدم عليك 2 لا شيء، متقدم عليك 2-0. فبناء عليه برضه انت النهارده كزمالك كنت معرض ان انت تفقد السيطره في انك انت تحافظ على مكانتك في الدوري. لولا ان الاهلي النهارده خسر من بيراميدز كنت هتحط في مشكله كبيره. ليه في مشكله كبيره؟ ما هو هتقول لي يا سيد حافظ بيراميدز زيه زي الاهلي، هقول لك لا، انت خلصت من مواجهه بيراميدز بانك انت فزت على بيراميدز خلاص. طيب رقم 2، انت هتروح للاهلي كزمالك بقى، هتروح للاهلي وهو الاهلي حاليا حالته النفسيه مش احسن حاجه، فعندك الفرصه معنويا ان انت تفوز عليه. رقم 4 وده الاخير، لعيبه الاهلي ذات نفسها خلاص هي فقدت الطموح في ان هي تنافس على الدوري، هي خلاص مفيش حاجه تنافس عليها تاني. فبناء عليه برضو عندك القدره كبيراميدز هتنافس، ولكن لازم الزمالك يتعثر في مباراه اخرى جايه علشان بيراميدز يبدا ينافس على الدوري. قول لي رايك، هل انت شايف ان الاهلي او الزمالك حاليا معرض ان هو ما ينافسش على الدوري تاني او يفقد السيطره في مكانته على الدوري، ولا لا الزمالك هيكمل في المباريات الجايه؟ قول لي رايك في الكومنتات. تصبحوا على خير، سلام عليكم.